لازق فين. محمد هو محمد ده من اكتر الناس اللي توحشنا يا جماعه. خلاص حبيب قلبي جميله جدا. هاي ربنا يحميها يا رب، ربنا عنها كل شر. ربنا عنها كل شر يا رب. ويخليني ليكم ويخليكم ليا يا رب. الحته اللي احنا بنرفعها دي لون بريزم مش محتاجه، لان هي عباره عن انتباه كده صغيره. ده ناتج حفر متشون قديم، لازم يتحسب عشان لما يجي يتشال تعرف الكميات اللي اتشالت ايه وهو قد ايه، عشان لو في حساب وكده. دي فكره الرفع. انك انت بترفع الارض على طبيعتها الاول، تحدد فيها الحاجات والمخلفات والكلام ده، عشان لما تيجي تشيل الكلام ده تعرف تحاسب كمان المقاول اللي انت جايبه يشيل لك الشغل دوت لو في مكانك. لكن لو مش في مكانك مثلا وبتاع الجار ومع ارضاك، تتفاوضوا بقى مع بعض بقى، انت هتشيل كذا، طب انا عايز كذا عشان اشتغل كده. يبقى الجهاز هو الفاصل، يعني الجهاز اللي هو الحكم الفاصل في الحكايه زي كده. دي على مين، دي بتاعت مين، دي المفروض مين يشيلها كده. لان الاراضي كلها هنا جنب بعضيها طبعا، كل ليها ملاك شركات، فماشيه كده. ربنا يديكم اصحاب قرى سياحيه كده، عشان اجي اصيف عندكم بقى بجد. حقي، ما انتم مزوروني طول السنه. حقي ما انتم مزوروني طول السنه ودوت حقي يعني. مش كده ولا ايه؟ الله مش لينا ذاك لازم فيه. بنرفع جبال طول عمرنا يا جماعه، بعدين اقعدوا منه بقى، الواحد يمشي منه مجنون. كوتشيهاتنا باظت. شايفين الجبال اللي حواليا دي؟ هم ليهم 3 جبال مالهمش قوي من الاخر على فكره، تبعهم برضه، بس هو اتقطع فيهم طريق هنا وطريق تحت. فده طبعا هو اللي يعني فرق، يعني قسم الارض على 3 اجزاء وهي كانت حته واحده اصلا. التطوير هنا في مصر رهيب جدا والله العظيم. في تطوير رهيب بيحصل في البلد بصراحه، من ناحيه المعمار والطرق، ودي حقيقه ما ينكرهاش النجاح، بعيدا بقى عن الظروف الاقتصاديه اللي بيعيشها الناس. بس دي حقيقه ان في، يعني انا شخصيا في حياتي لو بلاقي في نتيجه برغم اي صعاب بستحمل طالما في نتيجه. امتى ازعل بقى وابتدي ان انا اتضايق لو مفيش نتيجه؟ بس انا شايف انا على الارض بصراحه في نتيجه فعلا. ربنا يعدي الازمه على خير على الناس كلها ويرزق الناس كلها يا رب، وبلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا. هنا السياحه هتبقى في مكان تاني، واو، رايحه في حته تانيه. يا ريت والله، يا ريت يعني. عندنا حاجات كتير يا جماعه ما استثمرناهاش في البلد، باذن الله هيجي لها يوم وتستثمر. طبعا الحاجات دي بتتعمل للجيش والشركات الكبرى، بتيجي تعمل طريق زي دوت او طريق زي اللي تحت دوت، بتعمله مش عشان حاجه، بتعمله علشان السياح هيجي لك ازاي؟ هيبقى ما انت عشان تعمل سياحه في مصر وتعمل اقتصاد وتعمل مصانع وتعمل لازم يكون ليها طرق تليق بيها. دي حقيقه. ربنا يا رب يعدي الازمه الاقتصاديه اللي على العالم كله مش على مصر بس بخير، على الشعوب. لكن والله في تطوير. انا مش بقول لكم الكلمه دي كده والله هباء. ربنا يسعدكم وربنا يعمل كل شر. انا مش هطول عليكم في الفيديو دوت، انا هقفل عشان ما اثقلش عليكم، يعني انتوا بتوحشوني عموما والله العظيم، ربنا يعمل خير. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم.